لماذا فضل الركراكي سفيان ديوب على سفيان رحيمي؟ ومن هو ديوب؟ الوجه الجديد في صفوف المنتخب المغربي. حرص الناخب الوطني وليد الركراكي على استدعاء لاعب نيس الفرنسي سفيان ديوب. مقابل ذلك لم يستدعي لاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي رغم معرفة مدرب أسود الأطلس بمؤهلات لاعب الرجاء الرياضي، بحسب ما أكده في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس. والمعلوم أن سفيان ديوب الذي تم تفضيله على حساب سفيان الرحيمي يلعب في 3 مراكز بشكل مرتاح، إذ بإمكانه أن يلعب كجناح أيسر وجناح أيمن ومتوسط ميدان هجومي، عكس رحيمي الذي يلعب في مركز واحد، وهو الأمر الذي يعيق لاعب العين الإماراتي في فرض نفسه بقوة في تشكيلة المنتخب المغربي، وهو ذات الأمر الذي عانى معه في فترة سابقة مع مدرب المنتخب الرديف حسين عموتة الذي كان يفضل عليه أشرف بن شرقي، كون الأخير يلعب كجناح وقلب هجوم في نفس الوقت. من هو سفيان ديوب؟ الوجه الجديد في صفوف المنتخب المغربي. يبلغ سفيان ديوب من العمر 23 سنة، ازداد بفرنسا من أم مغربية وأب سنغالي. سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي لأقل من 21 سنة. يبلغ من الطول 1.75 متر. ولد بمدينة تور الفرنسية، وقبل لحاقه بصفوف ناديه نيس الفرنسي الذي كان يرتبط معه بعقد لغاية 2017، فقد بدأ اللاعب مسيرته في صفوف رين الفرنسي لأقل من 19 سنة قبل أن يرحل صوب موناكو ثم سوشو، ليقرر في نهاية المطاف اللحاق بصفوف نيس الفرنسي. يذكر أن القيمة التسويقية للاعب سفيان ديوب تبلغ 15 مليون أورو بحسب موقع ترانسفير ماركت، واللاعب يملك قوة في اللعب كجناح أيسر وجناح أيمن ثم وسط ميدان هجومي.